تعالوا نعمل قوالب الكنافة اللي بنشوفها في المحلات وبتتباع بأسعار غالية جدا، وفكرة لأصحاب المشاريع الأونلاين. وهقولك على التزيين بأسهل طريقة ومن غير تكاليف كتير. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيك وكومنتاتكم الحلوة وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني، وتنسوش تقولولي بتتابعوني من أي بلد. زي ما انتوا شايفين معايا كنافة أنا كنت حطاها في الفريزر عشان أقدر أكسرها كويس. ممكن تكسروها في الكبة أو بإيديكوا زي ما أنا بكسرها كده، هي طالما طالعة من الفريزر مش هتاخد معاكم وقت خالص. معايا نص كيلو كنافة تمام، أخد معايا الطاجنين اللي انتوا شفتوهم معايا في الأول. هكسرها كويس قوي، ومعايا سمنة، يفضل سمنة بلدي او ممكن نباتي او ممكن يبقى خليط بين السمنة والزيت المتاح عندكم. هغلف الكنافة بالسمنة كويس قوي تمام. انتوا ممكن تحطوا سكر بودر لو انتوا حابين، بس انا ما حطيتش. انا هستكفى بالصوصات اللي انا هحطها عشان ما تبقاش مسكرة او محلونة قوي تمام. هغلف الكنافة زي ما انتوا شايفين كويس قوي بالسمنة واحطها في الفرن على اعلى درجة حرارة، وكل فترة والتانية بطلعها اقلبها. انا حمرتها معاكم في القلايه الهوائيه، هسيب لكم كل تجارب القلايه ارجعوا شوفوها، ما بتاخدش وقت خالص. وعلى فكره اسهل كتير من اللي بتتحط في المقلايه على النار، وما بتاخدش سمنه كتير او الماده الدهنيه عامه. اخدت معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه، واسيبها تبرد خالص. وهعمل معاكم كريم شانتيه، ربع كوبايه سكر عليها ميه سقعانه متلجه قوي. انا هنا استخدمت كريم شانتيه كواليتي تارجت، الكريمه اللباني، واستخدمت كمان العاديه قبل كده. بصراحه خطيره قوي وجميله قوي، من الكريمات الحلوه وطعمها مميز ودسمه. لا جربوها تعجبكم. وحطيت كمان لبن بودر معلقه صغيره ومعلقه صغيره كريم باستري، دول اختياري بس بيعززوا الطعم وبيخلوا الكريم شانتيه بتاعكم مميز قوي. هضرب الكريم شانتيه بتاعي بمضرب كهربائي زي ما انتوا شايفين لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفين اللي هو بيعمل له المنقار اللي احنا كلنا عارفينه. معايا بقى القوالب بتاعتي ديت جايباها من عند بتاع البلاستيكات او اي مستلزمات حلويات. هي سعرها مش غالي قوي بس حلوه قوي وشفافه وشكلها شيك. لو انتوا مثلا رايحين زياره ممكن تاخدوها كهديه. لا شكلها شيك قوي على فكره، بتتباع غاليه قوي قوي في محلات الحلويات، واكيد انتوا عارفين اسعارها. حطيت اول حاجه كريم شانتيه كده زي ما انتوا شايفين، وبدات احط الكنافه. انا الكنافه بتاعتي مش حاطه في عليها شربات ولا اي حاجه، بس انتوا لو انتوا حابين ممكن تحطوا حبه شربات ما يبقاش تقيل قوي، وما تكتروش عشان ما تخلوهاش ان هي زي اكنها معضمه وماسكه ببعضها كده تمام. هنا هتبقى مفرفته معاكم وناعمه قوي، هتبقى حلوه قوي. بدأت احط كمان طبقة من الكريم شانتيه. هعمل طبقات، الطبقات بقى دي ترجع لكم والتزيين يرجع لكم. انتوا ممكن مكان الكريم شانتيه ممكن تعملوا مهلبية وتحطوها، تبقى برضو حلوة قوي بالمهلبية. وممكن تعملوها بالكاستر او كريم كراميل، هتبقى حلوة برضو. وهستخدم هنا بديل النوتيلا من كواليتي تارجت، حلوة قوي زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعها خطير يا جماعة، وطعم البندق باين قوي، حتى اما انتوا بتفتحوا الغطا بتشم ريحه البندق منه. فلا جميله عجبتني. بخففها بزيت طعام، يبقى زيت نظيف ملوش طعم ولا ريحه تمام. وزي ما انتوا شايفين معايا كمان صوص فراوله، بس ما طلعش معايا احسن حاجه، هقول لكم ليه دلوقتي تمام. كده بدات احط كمان دي بديل النوتيلا البيضه، مخففاها برضو بزيت طعام. وهحط طبقة كمان من الكنافة بتاعتي اللي انا محمراها او محمصاها او زي ما بتقول عليها عامة. زي ما قلت لكم طبقات من السعادة بجد خطيرة، طعمها حلو قوي. جربوها. وممكن زي ما قلت لكم تعملوا الحشو ده يرجع لكم. هحط كمان طبقة من الكريم شانتيه زي ما قلت لكم. الطبقات دي بقى ترجع لكم، انتوا رتبوها بالطريقة اللي انتوا تحبوها، والحشو باللي انتوا حابينه. ممكن تحطوا مكسرات، ممكن تحطوا فاكهة، طبعا ممكن تعملوها بالمانجا، ممكن تعملوها بالفراولة اللي يريحكم. اخر حاجة هحط بقى على كل جزء الصوص بتاعه. بجد خطيرة، شكلها شيك جدا، عجبتني. ممكن بقى لو انتم ما عندكوش القوالب دي او انتم حابين تعملوها في البيت، ممكن تعملوها في كاسات، في كوبايات، او قالب بايركس او قالب تيفال المتاح عندكم اعملوها. اللي انا بقول لكم عليه بقى الصوص ده مش احسن حاجه. ليه؟ لان الكريم شانتيه شرب الصوص معايا مش زي النوتيلا
والصوصات التانية، فلا ما تستخدموش الصوص ده في حاجة زي كده من فوق الوش. والجزء التالت ده حطيت عليه صوص الكندر، بصراحة حلو قوي، طبعا بخففه بزيت طعام، وحطيت عليها مكسرات كده زي ما انتوا شايفين، وعملت عليها خطوط بالنوتيلا البيضة. ده كان ميكس حلو قوي، انا قلت هجربه. ومعايا كمان اللي هو البسكوت اللي هو بديل الاوريو، كنت مكسراه كده نص تكسيره، يعني قسمه الواحده 2، وبدات احطه كده زي ما انتوا شايفين. التزيين ده بقى براحتكم، ممكن تحطوا مكسرات، ممكن ما تحطوش حاجه خالص وتسيبوها كده زي ما قلت لكم. انتوا ممكن تعملوها بمانجا اللي يريحكم. ومعايا كمان مربى حليب، حطيت كده يعني تزيين كده حاجة بسيطة، بس بتدي طعم حلو قوي مع النوتيلا، وزي ما انتوا شايفين خطيرة قوي. معايا كمان القالب دوت برضو عجبني قوي، شكله شيك جدا. وهعمل نفس الترتيب بنفس الطبقات اللي انتوا شايفينها، كريم شانتيه، وبعدين هبدأ احط الكنافة. عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ولو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لي اللايك الجميل اللي زيكم. وهنا بقى عشان اعمل الصوصات ما تدخلش على بعضها، عملت خط كده زي ما انتوا شايفين بالكريم شانتيه، بسكينه، بظهر سكينه بقى، وباي حاجه، بس مش للاخر، يعني مجرد بس ايه، نازله لتحت كده شويه، بحيث ان هي الصوصات ما تخشش على بعضها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وعملت بنفس اللي انا عملته في الطاجن الاولاني. طبعا هنا عايزين تغيروا الحشوات اللي انتوا حابينه، بس عملت انا نفس الطبقات بنفس الحشوات بنفس الشكل، هيها بالظبط. بس زي ما قلت لكم هستنى رايكم وجربوها، ترجعوا وتقولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي بتتباع عندكم بكام، عشان انا عارفه الاسعار بقت غاليه جدا، واسعار الحاجات دي بقت صعبة جدا. فمش هتكلف عليكم كتير قوي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها شيك قوي، طعمها حلو قوي، جربوها. وممكن زي ما قلت لكم تحطوا فاكهة لو انتوا حابين، خطيرة. الطواجن جميلة جدا، لو موجودة عندكم لا هاتوها. استنى رأيكم واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.